قامت الإدارة الذاتية بإطلاق العديد من النداءات سواء عن طريق الإعلام أو عن طريق اللقاءات الدبلوماسية وعن طريق ممثليها في جميع الدول وحول العالم بضرورة أن يتم عقد محكمة ذات طابع دولي أو محاكمة دولية آه، ليتم محاكمة عناصر داعش الأجانب. ولم نتلقى أي جواب أو أي مساعدة أو أي دعم من أي جهة سواء كانت رسمية أو غير رسمية. لذلك فالمحاكمات بحق الأجانب بقيت معلقة لحد الآن.